سائل يقول: طلقت زوجتي. هذا فشك شاطرين. هذه اليامات راهم داخلينها غير الطلاق، ما فهمتش علاه. رانا نخدموا غير مع الطلاق. راني الله يوفقني كل يوم اني نسلك 10 15 من الطلاق. يا ربي يا ربي يا ربي يسلك هذه الأمة يا رب العالمين. يقول: طلقت زوجتي وأريد أن أرجعها، ولكن أمي دارت لي دعوة شر. إذا رجعتها انصح لي ماذا أفعل؟ والله وجيت تحب مرتك غير راك جبتها، وما على بالك لا بدعوة شر ولا بوالو. هذا دليل بلي نتايا راهي وقيل الحالة أي منك ماشي من يماك. لو كان يماك تحلف لك ما تروحش تدي الشهرية تاعك، واشنو تقول لك دعوة شر ولا رحت تخلص تدي الشهرية تاعك يا تروح تديها؟ علاش راك تحصل في يماك؟ الفائدة وشنو هي؟ هذه الزوجة نتاعك في الحلال تجي يماك لأنها ما يتفاهم معها، ما على بالك انسى ماكش عارف كاع لا ما يتفاهم معها، ما على بالكش كاع. تقول لك دعوة شر إذا ما طلقتهاش. إذا كان أنا نقول لك إذا كانت المرأة صالحة حرام عليك تطلقها، ويماك ما يستجبلاش ربي خليها دير 100 دعوة شر. أنا نقول لك إذا كانت المرأة صالحة. أما إذا كانت المرأة فاجرة ما تسحقش دعوة شر تاع يماك، هذه غير ما تقعدش معاها إذا كانت فاجرة. أما إذا زاد يماك قالت لك دعوة شر وأنت راك تشوف المرأة فاجرة، والله غير كيما اتصل إنسان قال لي راني اكتشفت بلي مرتي خانتني، يعني الزنا الكبيرة. قول لي واش ندير؟ كيف هذا؟ خلاص مرتك هاي زانية، واش نقول لك واش دير؟ أما لا، إذا كانت المرأة صالحة ما تخافش ربي ما يستجبش الدعاء تاع يماك. أما إذا كانت فاجرة طيع يماك. حسبنا الله ونعم الوكيل. واحد جا قال لي مزوج لا باس به، مرأة صالحة طيبة مطيعة، قال لي بابا قال لي طلقها نعطيك 40 مليون. قلت له وانت واش درت؟ انا باش نشوف عقليته. قال لي قلت له لا 80 نطلقها. قال لي اعطاني 80. لا حول ولا قوة الا بالله. ولاو يدبروا دراهم بالزواج وبالطلاق. حسبنا الله ونعم الوكيل. سائل يقول: كنت أفطر في شهر رمضان، أو سائلة: كنت أفطر في شهر رمضان بسبب العادة ولا أقضي تلك الأيام لأنني كنت أجهل وجوب قضائها، أخبرني ماذا أفعل، خاصة أني لا أعلم عدد الأيام التي أفطرتها. عليك أن تقضي قضاء لا شك معه. لا شك معه، بمعنى إذا راكي شك 10 أيام أقضي 15 يوما. إذا راكي شك 15 يوما وربما 17 يوما أقضي 19 يوم. يعني تقضي قضاء لا شك معه، سواء في الصيام أو في الصلاة. أو كاين ناس ما صلاوش صلاتهم حتى بعد البلوغ، ما صلاش صلاته، واليوم راهو تائب ونادم ويريد أن يقضي ولكنه لا يعرف كم يقضي وما هي الأيام التي يقضيها. قال علماؤنا: عليك أن تقضي قضاء لا شك معه. يعني إذا شكيت ما صليت 7 سنين أقضي 8 سنين، إذا شكيت 10 سنين أقضي 11 سنة حتى تخرج من الشك. إذن أنت تقضي قضاء لا شك معه. سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يرتدي القبعة النصرانية التي نراها في أفلام الكوبوي؟ أولا أنت أنا معاك السائل، لاني معاك. أنت شكون قال لك بلي القبعة نصرانية؟ مين جبتها؟ وين جبتها خويا؟ أنا جدي رضي الله عنه من الصالحين كان يدير شابو. وين؟ روح دكا أصحاب الفروسية قاع بالقبعة، الفلالحة قاع بالقبعة، ولا جايز روح للجبال تاع جيج البويرة يا جايز بالقبعة، الفرسان بالقبعة. مين جبت انت هذه؟ مين جبتها النصرانية؟ يا والنصراني سرقها عليك، هو سرقها عليك، هو ما كانش يعرفها في الحضارة نتاعو، جاية من عندك هذه.
دوكا تشوف واحد شابو قال هذه خاطش نتايا كبرت على افلام كوبوي، ها نتايا كبرت على افلام كوبوي. غاري كوبير. لا حول ولا قوة إلا بالله. يجوز ولا شيء عليه، وليست من ملابس النصارى. شكون هي الملابس التي لا يجوز للمسلم أن يلبسها؟ هي التي تدل على عقيدة معينة. عقيدة كيما هذيك الشاشية تاع اليهود، أو يديرها غير في السنطوحة تاعو الفوقة، كيما هذاك الزنار الخيط هذاك اللي يلبسوا القسيس في الكنيسة، كيما العمامة تاع السيخ. عمامة تاع السيخ يعني إذا كان لباس يدل على عقيدة هنا لا يجوز للمسلم أن يلبسه، ولو لبسه يكون مرتدا، يكون مرتدا، لأنه لباس عقيدة، لباس دين. أما يلبس قبعات ولا يلبس شواشي ولا يلبس حاجة لا تدل على عقيدة، يعني يلبسها المؤمن والكافر. العالم قاع يلبسها كما راهي الآن، السراويل، الجاكيطات، القمجات، كما الأمور، ولكن ما يلبس حاجة اللي تدل على عقيدة، كما لباس تاع المثالية الجنسية. الآن كاين لباس فيه ألوان معينة لا يلبسها إلا قوم لوط، إذا لبسها معناتها ويقول أنا منهم. هذا هو اللباس الذي يحرم أن يلبسه المسلم. ما تلبس لباس يدل على عقيدة، يدل على ملة، يدل على أنك لست مسلما. فكالصليب، الصليب لا يجوز، لأن الصليب يدل على التنصر. فهمت كيفاه؟ كانوا يقولون المولد النبوي بدعة، ومن بعد راحوا جابوا جواب بالصليب نتاعو، وراحوا جابوا العلامة الفهامة دار لهم حلقة حضروا لها أكثر من 100,000، فهمهم مش معناتها عبد القادر يا ابو علام. ها واحد قلنا بدعة المولد النبوي، جابوا غنى لهم عبد القادر يا ابو علام داوي حالي، لا حول ولا قوة الا بالله. وكي تسقسيه على المولد النبوي يقول لك بدعة، حرام عليك، حرام عليك، لا حول ولا قوة الا بالله. سائلة تقول أنا مطلقة وابنتي تعيش عند والدها، وكلما صليت صلاة الاستخارة أراها في منامي ورأسها ملئ قملا، وأنا أنزعه إلى حصة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.